بيعتقدوا انه غير الله عز وجل بيعلم الغيب، وليس الصوفيه قالوا الرسول بيعلم الغيب، ولو قالوا فقد كذبوا، ولو قالوا الصحابه يعلمون الغيب فقد كذبوا، لان الله اخبر في القران قال الرسول ما بيعلم الغيب، واخبر في السنه ان الرسول بيعلم الغيب. الصوفيه يا اخواننا في السودان حقنا ده قالوا بيعلموا الغيب. الكلام ده يا اخواننا الفوا الصوفيه وكتبوه في الكتب. الصوفيه كتبوه في الكتب يا اخواننا وقالوا هم بيعلموا الغيب. مثلا يا اخواننا عندنا في بلد من السودان الشيخ عبد الرحيم الطوعي الف كتب ونشرها في السوق، والحكومه جبلت له وادته رقم الايداع. عشان كده يا اخواننا طالما الصوفيه نشروا الباطل وجب للدعاة وللواعظين وللمصلحين ان يبينوا هذا الباطل. يعني هسه لما نقول الطوعي قال الصوفيه بيعلموا الغيب، احنا ما نبذنا الطوعي ولا شتمنا الطوعي، لانه يا اخواننا هسه احنا قلنا الرسول ما بيعلم الغيب، ما في زول بيحتج. زول بيحتج ما تقول ابو بكر الصديق ما بيعلم الغيب، ما في زول بيحتج. اما تقول الصوفيه قال بيعلم الغيب وقالوا نحن بنعلم الغيب، الناس بيحتجوا. يا اخواننا دي ما نميمه، ان كانت نميمه انت قبلتها في النبي ليه؟ قضيه نميمه قبلتها بالصحابه ليه؟ الصوفيه قالوا بيعلم الغيب ونشروا الكلام ده في كل شيء والفوهم ومدحوهم. ممكن انت تسمعهم رضا لو فتحت تسمعوا ان الصوفيه قالوا بيعلموا الغيب. اولا يا اخواننا الشيخ الطوعي عنده كتاب سموه رياض الجنه ونور الجنه. في هذا الكتاب يا اخواننا الطوعي كتب قال قومت نداوي للاولياء الاغطار، ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهد، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الكلام ده يا اخواننا قالوا الطوعي وما تساوي. وتمشي الكتاب الان تمشي تشتري الكتاب من المكتبه، الكتاب ما داير تفتح اليوتيوب تلقى بعض الطوعي بيفتح عبارات قومت نزاوي للاولياء الاغطار، ليهم نشاور الى اخره. قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، وده كذب. كذلك يا اخواننا الان لما تجيب كتب الصوفيه المكاشفيه تقرا في ترجمه الشيخ المكاشفي يقال اسمه عبد الباقي عمر احمد محمد، ده اسمه رباعي وانا من الجزيره بعرفه كويس. قيل وسمي المكاشف بالمكاشفي لانه يكشف الغيب، ولانه يكشف ما في الصدور، ولانه كشيف. كلام يا اخواننا قال الصوفيه ما دسوه، رغم هذا السوء نحن نقول عليهم بالكتاب والسنه. والكلام ده اول حاجه يا اخواننا الله عز وجل يسالنا منه. العلم الغيب يا اخواننا الله براه كما قال في القران الكريم. ربنا في القران يا اخواننا قال هو براهم يعلم الغيب في ايات عده، من ذلك ايه في سوره النمل الايه رقم 62 قال فيها ربنا تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. الله قال ما في ذي يعلم الغيب الا هو سبحانه وتعالى. كذلك ربنا عز وجل قال الايه في سوره الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ربنا عز وجل ذكر ذلك في القران الكريم كثيرا. عشان كده يا اخواننا احنا والله شفيقين